فاتنة الملتحي الجزء السادس. الحلقات 26 27 28 29 30. مريم: مرحبا، تفضلوا. اتكت على الباب وربعت يديها. إبراهيم: مريم، ما تفهميش الغلاط. مريم: وما لا كيفاش نفهم. إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خديجة: خلينا نحوسه. مريم: شوفي واسمعي مليح، هذه أول وآخر مرة تدخلي فيها لداري وانتي اتهمتيني بسرقة، فهمتي؟ خديجة: إبراهيم من فضلك حوس. إبراهيم فتح الخزانة بدا يحوس، قلب الدنيا مكاش. إبراهيم: شفتي باللي مكاش؟ خديجة: بقات تدور بعينيها، شافت سلة حوايج من التسخين. خديجة: هذه سلة تاعك؟ مريم: تاع الجيران، بين بلي تاعي، رايحة نحطهم باش يتغسلوا. خديجة راحت لديك السلة، فرغتها، مع اللي فرغتها طاح منها ساشي تاع كوسميتيك. جست مع اللي فتحته وعيطت: شوف بعينيك، هولك ذهبي. مريم: من نيتك؟ عندي ذهبي، علاش حتى نديلك ذهبك؟ خديجة: باش تديريها بيني وبين رجلي. وانتي كيفاش عرفتي بلاصتو ورحتي قبالة لهذه السلة؟ خديجة: راك تشوف، راك تسمع، راهي بدات. مريم: لقيتيه؟ صاي يديه وخلتي. خديجة: نجيليك ناكلك. وكانت رايحة تتهجم عليها. إبراهيم: أي انتي وهي خلاص، انتي طيري قدامي، خرجها. وهابطين في الدروج متضاربين. إبراهيم: ادخلي. خديجة: شوف، على بالي باللي شحال من مرة ندير هذا العفايس، بصح والله غير ما أنا حطيته تم، أقسم بالله 3. إبراهيم يشوف في عينيها، يعرفها كي تكون تكذب ويعرفها كي تكون تهدر في الصح. إبراهيم: مريم محال تديرها وديلك ذهبك. خديجة: وما لشكون؟ في هذا الدار كل واحد يعرف بينه وبين ربي. إبراهيم: شكون اللي راح يدير هكذا؟ إبراهيم: نزيد نسألك المرة أخيرة، مشي انتي؟ خديجة: قلت لك والله العظيم ما أنا. إبراهيم: صحة، اللبسون روحوا عن طبيبية. مريم بقت تدور مقلقة. مريم تحكي: ما كنتش على بالي باللي مرته حطتني في راسها لهذا الدرجة. يا ربي، تبان مريضة وهو ماشي خايف منها، يبان خايف عليها. يا خسارة، لكن ماشي المشكل اللي عندي، راني رفدت روحي ومشيت لدارنا. بصح حتى وهكذا عندي كرامة، صح هو حنين ويعجب، محترمني كي هو كي دارهم. بصح الضرة مرة توكليها العسل الحر، تشرب لك السم المر. بفف، ما عرفتش كيفاش ندير، أول مرة تغيب لي، بصح قررت نلعب ونديه. سبحان الله، حتى أنا راجلي زوجت على سنة الله ورسوله، يبقى ذاك المشكل. ربي يجيب الخير، تقبلني اللهم بارك، ما تقبلنيش إن الله وإنا إليه راجعون. الموت حق، بصح باش نشوفوا بين يدين واحدة ما تستاهلوش وتستغل في طيبة قلبه. لا، أنا مرا ونعرف نقرأ وش يدور في عينين مرا واحدة أخرى. خديجة ما تحبش أمير، هي نرجسية وهو الضحية تاعها، حبتها ربيه من مشاكل مرت بابها، الله المستعان. بصح حتى أنا ما راحش نسمح فيه. تقبلني اللهم بارك، ما تقبلنيش نرفد روحي بكرامة ونروح. هذه هي. بصح لازم ندير رد اعتبار، لكن نبقى هكذا نفوت ونسكت يرجعوا يخراوا عليا بالواحد. مسحت دموعي وهبطت لتحت باش نجيب سنيوة تاعي اللي هبطها. المشكل صار غير بيني وبينه، ما كان على هدرهم يسمعوا به. حسبي الله ونعم الوكيل. مسحت دموعي وهبط لتحت نجيب سنيوة تاعي، ما نحبش نخلي صوالحي حتى يديروا لي عليهم ملاحظة. صاي دوك ما رانيش في دارنا وين يما تسترني كي تلقى عفسة ملبسة ولا مخسرة وتقول بنتي راهي تتعلم. دوك راني في دار ناس يعايروك كدر من اللي يسعفوك. لقيتهم كامل راحوا لشغلهم، لا يمت غير سنيوة تاعي. وجيت طالعة حتى مريم جات الدور خبطت فيه، طلعت راسها. إبراهيم: يعني دنيا قايمة نازلة وانتي ما سمحتيش في معنك؟ مريم: علاش نخليهم؟ حاجتي تبقى هي حاجتي. إبراهيم: العيبات تاني؟ مريم: كلش. إبراهيم: ياك ماشي انتي ماشي أنا واش اللي ديتي الذهب؟ مريم: وشنو من نيتك؟ علاش حتى ندير هكذا؟ أنا راني خاطيتهم غير 3 أيام زواج، راني عايشة هادو كامل، كلا كان قدام كيفاش؟ إبراهيم: شت، أرجع يمشي، وهي ترجع للور حتى تحشرت في الحيط. مريم: نشوف فيه، خاصة عينيه، أنا هذا كيفاش نقدر نتخطاه؟ شباب، حنين، متفهم ونظيف، والظروف اللي داروها بينا. اللحظة سرحت في لحيته وبلعت ريقي، حبيت نحطها ليها يدي، وكما كان الحال بحركة لا إرادية حطيت يدي وبقيت نحنن فيها غير بالعقل. إبراهيم يتبسم: عجباتك؟ مريم فاقت مع روحها وزربت هبطت عينيها وجبتت يدها. أعتذر، ما على باليش كيفاش، بس حبيت نمسها. إبراهيم: عادي، ما فيها والو،
وبقى يشوف مع عينيها. معليش تبعد، نخاف يجي كاش واحد وننحرجو. إبراهيم بصوت رجولي: ما كانش لي يجي ياك، بصح صدقني خاطيني، ماشي أنا اللي اديت الذهب، ممكن تكون هي حبت ندابسو أنا وياك. أمير إبراهيم: على بالي باللي خاطيك وجامي تديريها، بصح الذهب كان في حوايجك، كيفاش حتى وصل ليك؟ ما على باليش، أنا كي نهبط لتحت عندي يماك تخلي داري محلولة، ما فياش الحيلة تاع نغلقها بالمفتاح. بصحة معليش، غير فاهميني علاش حتى يصرا هكذا، حنا تاع الدار ما عندناش هاد العفايس تاع الشراطين. وش رأيك تسأل مرتك ياك ملي دخلت وهي جايبتها مورايا؟ خديجة: نعرفها مليح كي تكون تكذب وكي تكون تهدر في الصح. حبيتي تقولي بلي دارتها بالعاني باش تخسرني معاك ونولي نشك فيك؟ ممكن. أمير إبراهيم: راكي تتخطي في حدودك مريم، نديرو حل شباب، رايحة نلايم حوايجي، رجعني لدار أبي، نقبل الواعرة تاع أبي وماشي الدول تاعك انت ومرتك. أمير إبراهيم: مريم، أعرفي وش تخرجي من فمك، أنا نعرف مليح وش يخرج من فمي، بصح محال نبقى صابرة لهذا الدل. لصقها في الكوانة في الصالون ويهدر عند شواربها. أمير إبراهيم: ما كيش مروحة لدار أبيك، رايحة تبقى هنا ونعرف وش صرا، بعد عليا من فضلك. جاي يهدر معاها دخلت يماه، زرب جبت عليها. فضيلة: خير وش كاين هنا؟ ما كاين والو يما، غير إذا تقدري تقولي لبابا ناصر يوصلني لدارنا. إبراهيم: خرج عينيه فيها. فضيلة: علاه بنتي غير الخير، كاش واحد ضرك بكاش كلمة؟ لا بصح ربي يحفظك، قولي له دوك نطلع نوجد كاباتي. يهدر ويزير على سنانه وزيد شدها من دراعها وزير عليها حتى وجعها. إبراهيم: خرجة من غير إذن راجلك، وزيد بشكون راكي مزوجة، بيا ولا بابا؟ أنا اللي نتحمل مسؤوليتك، أنا اللي نديك ونجيبك. زربت جبت الدراعها وطلعت لبيتها. فضيلة: وش بيها؟ إبراهيم: طلع موراها، دوك أنا ما نروحش نشوف خدمتي، نبقى نجري موراكم في الدروج. مريم: دارت موراها، روح بعدني، ما كاش اللي قالك جري مورايا، روح تخدم. ياك لسانك من الليلة الأولى طويل، ماشي لساني اللي طويل، انتوما اللي ماشي واقعيين. زرب لحقها، شدها من يدها، حشرها في الكوانة في الدروج، يهدر عند شواربها ويشوف في عينيها. أما لحنا ماشي واقعيين ياك الأخت الفاضلة. مريم: بالعتريكها، نزيد شوية نبوسو. الفصل 28. مريم: بعد عليا طبعته ودخلت لدارها، جت تغلق الباب، شد لها الباب ودخل. إبراهيم: يا طفلة تكلمين، وش بيك؟ استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. مريم: أعوذ بالله من شياطين الإنس. إبراهيم: لا حول ولا قوة بالله، الأمر ما يستهيش أنه نكبروه لهذا الدرجة، ممكن يكون صار سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ يتهموني بسرقة، أنت عندك نورمال؟ دارتي تدخل داري تفتشها كما تحب قدام عينية، وأنا مانيش قادرة نهدر، باسكو ست الحسن والجمال مريضة وحساسة وممكن تنجرح وتنغبن. إبراهيم: الأمر وما فيه أنه صار سوء تفاهم، راهي لقات ذهبة وانتي ما كاش لي يتهمك بسرقة، أنا علي الشيطان. أمير: كيفاش ما كاش؟ على بالك شحال وجهت لي سؤال من مرة؟ صاي أنا أصلا ما رانيش لاقية راحتي، وزيد بغض النظر على وش صرا، رحت حكيت لها أسرارنا باللي ما صرا بيناتنا والو، حكيت لها لأنها عندها مرض الغيرة وممكن تآذيك، علاش ما راكيش حابة تفهمي عليا؟ إيه، اليوم اتهمتني باللي سرقت ذهب، المرة الجاية ما نعرف بوش تقدر تتهمني وانت تقول لي سوء تفاهم، تتمسخر بيا ولا كيفاش؟ اشت، نقصي في صوتك، على بالك تعبتوني، أنا ما نقدرش هكذا، أنا من الأول ضد التعدد، ما قلتش ضد حكم ربي، وإنما ضد التعدد لأني ما نقدرلوش، أنا إنسان تاع خدمة ومسجد، بين ليلة ونهار نلقى روحي بين زوج صح حاصل، وحدة مهبولة وحدة. من بعد سكت. مريم: كمل، علاش سكت؟ وحدة مهبولة وحدة مهبولة وحدة لسانها طويل، ياك لي دافع على روحه لسانه طويل، حس لي نار طلعت له، ضرب الكاس كان على طابلة كسره، رجعت ترجف، تفكرت التعنيف تاع باباها ليهم، رايح نلبس، وجدي روحك نديك لداركم. مريم حست بغصة في قلبها، بصح كرامتها سبقت من كلش، دخلت ديركت لبيتها تلبس وتوجد في كابتها. إبراهيم هبط نار تخرج من عينيه، تخلق خديجة لابسة وتستنى. خديجة: راني واجدة إبراهيم، أو أسكتي، وخبط عليها الطبلة. بسم الله، وش بيك؟ نقابي راهي يبين ولا وشنو؟ صاي بردي، راني دايتها لدارهم، رجعتك للدار وندمت، أقسم بالله غير خاطيني، وهي لو كان ما دارتهاش ما تحشمش على روحها وتحوس تروح لدار أبيها. أوف منك، المرة الجاية راح تشوفي إبراهيم واحد وخر، فهمتي؟ دخل بالسروال طوال ماشي مسبل، لونه بيج مع تريكو بيض بالكول تاعو، باسكيت بيضة، دار كاسكيطة، رفت مفاتحة وحرج، لقى مريم في صالون تستنى فيه، لابسة نقاب ودايرة قفزات، حجابها أسود والنقاب كان لونه في الأخضر، عينيها الكبار باينين فيه،
وفضيلة تسقسي فيها وش كاين، قمر تشتفى، وسيليا حيرة، سلمى راحت تخدم، وهاجر تقرأ. إبراهيم اتفضلي. فضيلة إبراهيم وليدي وش كاين، وش بها مرتك؟ إبراهيم من بعد نهدروا يمه. مريم خرجت ركبت الطوموبيل، هو طلع قدامها. إبراهيم عينيك علاش راهم يبانوا؟ الحلقة 29. مريم وش بيهم عينيا؟ إبراهيم نحبك ديري ستار وين ما يبان فيك والو. مريم خديجة مرتك دير كيما هذا، ما تبقايش كل ما نقولك عفسة تقارني روحك، أعلى خير وقيل ما نبانش قدامها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتي راكي فتنة ويليق كلش فيك يتغطى، حتى هاد القفزات، ولبسي عراض ماشي اللي يتراسيو، ويديك منك بالصح. قلع بطوموبيل، معليش حصل خير. شحال حابة تريحي في داركم ونرجع نجيبك؟ ما حبيتش نرجع، أحكم أبي وفهمو وش كاين، وباللي كذبت عليا وطلقني وتهنى. فرينا بطوموبيل طلاق، أنساي حاجة واسمها طلاق. مريم خرجت عينيها فيه. كيفاه؟ يا قلت لي على 6 شهور ولا عام نفضوا عقد النكاح، كيفاش دركا درت في رايك؟ ما نقدرش نتقبل فكرة نطلقك ويعاود يتزوجك واحد آخر، ما كاين بيناتنا والو، بصح ما نحبش راك تتمسخر. وكيفاش نعيش معاك أنا؟ نعيشو كيما الخاوة؟ نعيشو كيما يساعدك. المهم ما كاش طلاق. استغفر الله العظيم، انت مهبول. دوكي تحطني نروح نحكي كلش لأبي، وش تقولي له؟ باللي ما صرا بيناتنا والو وما مسيتكش. وش دخل المس في الوسط؟ راح نحكي له باللي انت ما قدرتش تطلق مرتك ومن حقك، بصح انا ما رانيش مجبوره نتحملها معاك. هذا ما كان، ما قلتلكش تحملها معايا، بصح وش في هيدا صبرتي شويه؟ اعطيني سبب علاش نصبر حتى تتعالج مرتك وانا نكبر في السن من بعد تطلقني. مريم تعودي بالله من الشيطان، هكذا راكي تحسي فيا باللي راني نظلم فيك، وصح راك تظلم فيا. حابني نفوت صوري وحياتي وانا صابره معاك على مرتك انت تصبر عليها وعلى الجياحة تاعها، مشي انا. صاي ارجع يخبط على الفولون. هي رجعت سكتت وهو يسوق شويه، حبسوه في السرقاله قدام لاري تاع البوس. مريم دورت وجهها من جهته حتى شافت وحده تشوف في ابراهيم. ديك الوحده ماشي محجبه وجايه سمينه وقصيره ولابسه سروال اورانج وتريكو صفر. وش راكي تشوفي؟ عجبك؟ أرواحي طلعي معنا في طوموبيل، أصلاً راني متقاسمته مع وحدة. وزيدي انتي ماشي خسارة فيك حبة قارص مع حبة شينة. شت وش بيكي؟ شاف من الجهة الأخرى لقى ناس مفسخين بالضحك، رجع دار في وسط طريق. شوفي جاست هذا اللي درتيه جدته من حبك تزيدي ديريه، فهمتي؟ بالعياط. لازم نبقى نتقاسم فيك مع النساء ولا أنا ما نسواش. يا مريم علاه راكي ديري هكذا؟ ياك زعما انتي عاقلة ورزينة، علاش راكي ديري لي هكذا؟ علاه؟ صح معليش، اعتذر. حبس طوموبيل وضمها لعنده، جات في جنبه. صح ما صار بيناتنا والو، بصح حاجتي تبقى هي حاجتي، فيها ريحتي، ما نحبش حاجتي تروح لواحد آخر، وانتي حاجتي وفيك ريحتي، ما نحبش نشم فيك ريحة راجل واحد آخر. مع الوقت تعرفيني مليح، أنا نغير بزاف ونقدر نكره لك حياتك بغيرتي. الشمس وما تقيسكش، جبت عليه. صاير أنا الحقنا. عاودي خمي مريم، رايحة تغبني روحك وتغبنيني معاك. بالعكس هذا أفضل حل ليا ويك. حبتني نهضر مع أبيك؟ دير فيا مزية، لأنك تعرف العقلية راح يلوموني أنا. صحة. الحلقة 30. مريم هبطت وهو هبط معاها. قبل ما يدق الباب حبسها. إبراهيم ما جبنا والو في يدينا. مريم ولا يهمك عادي. إبراهيم يعودوا يقولوا نسيبهم شحاح. مريم أمير. إبراهيم يا روح أمير. مريم حشمته هبطت راسها. يا ودي ما يقولوش. إبراهيم صحة، لو كان نعاود نخطبك درك تقلبي بيا. نخمم. إبراهيم ياك واش يخصني أنا باش ما تقبليش بيا؟ ما نعرف، شوف انت، أنا جامي نخسر في راجل بمرته، قرب منها. لو كان ما جيتش مزوج تقبلي بيا. نخمم، بصح احتمال كبير نقبل بيك. صحة. دقت الباب، حلتها أمها الباب. مريم بنتي مرحبا بيك. مريم ماما راكي مليحة. وعنقوا بعض. إبراهيم لاباس خالتي. لاباس وليدي، تفضلوا. إبراهيم عمي عباس راهو هنا. إيه وليدي راهو هنا، درك نقول له باللي جيتو. ومريم وإبراهيم دخلوا الصالون. مريم طلعت على وجهها، دور بعينها في صالون تاعهم. طابي الأزرق وطابلة في الوسط، ريدوات تاع طاقة اللي لونهم أبيض هي اللي دارتهم، وفوتيات في الباج اللي كانت ترقد عليهم، وشوية ليفاز تاع الورد في الكوانة.
وتلفزيون اللي شعلو غير كي يكون عباس في الدار، سينو كي يروح يخدم يدي تيليكوموند معاه. إبراهيم: هبطي، انقزعت، راني في دارنا. إبراهيم: لو كان يجو فاميلتك على غفلة ما كانش لي يجي، نقولوا راهو جاكش واحد راني نهبط ليه. صحة. شوية دخل عباس. مريم حست قلبها حبس. مريم تحكي: بالرغم مني تزوجت وخرجت من مسؤوليته، بصح كي نشوفه الرعب يحكمني. أبي ماشي كامل إنسان سهل، بالك من المعاملة تاعو اللي رجعت نخمم تخمام كبير عليا، وهم يقولوا لي راكي رزينة وشاربة مخك. أنا ربيت خاوتي مع ماما، خرجني من القراية صغيرة، وهو اللي كان يجبرني نروح المسجد في كل وقت، وأنا أزماتيك. حتى ذاك اليوم اللي شتا خيط من السما كنت قادرة ما نروحش، بصح من خوفي منه اللي رحت، حتى صرالي صرا وخسرت شرفي، ودوك مازالني نعاني. زوجني بسيفة عليا ودخلني في صراع مع نفسي، ودرك ما لقيتش حل. نفس الحواجب اللي متصالين بعضهم، نفس بطاقية البيضة فوق راسه، لحيته اللي قريب توصل صدره، وقميصه الرمادي، معظم الأقمصة تاعو رمادية، ونفس النظرة، تبسيمة كامل ما كاش على وجهه. ربي يخلق وفرق، انتي وزهرك في واش طيحي. هام عائلة إبراهيم، وإبراهيم كامل سلافيين وملتزمين، بصح ما عندهمش التشدد اللي يخليك تكرهي، بالعكس يخليوك تحسي بقيمتك كمرأة، وتحوسي تزيدي تتعمقي في الدين وتحبيه. ما شاء الله. وأنا سارحة في تخمامي، قطع عليا غير صوته كما قال لي إبراهيم: عباس خير وليدي. إبراهيم: كاش ما غلطت ولا زعفتهم في حاجة، دوك قدامك نذبحها. كي يكون باباك يدل فيك قدام راجلك ويخليه يعرف باللي انتي ما عندك سند تتكيى عليه في هذا الدنيا، تما غمضي عينيك، كي شغل غمضوك تغميضة تاع الموت، يعني راح ينقطع عليك كلش. إبراهيم: أعوذ بالله عمي عباس، علاش هكذا؟ بالعكس، طفلة نعمة تربية ما شاء الله عليها، والله ما عندي ما نقول. عباس: خير مالا. مريم: ما كلفتش روحه مامبا وسلم عليا، ولا سقساني بالك أنا اللي جيت مغبونة ولا مظلومة ولا محكورة. ديرك تسقساه هو إذا خسرت معاه، الله المستعان. منين ذاك اليتم يكون أهون من أنه يكونوا عندك والديك. مريم: السلام عليكم أبي، وسلمت على راسه، سلم عليا من فوق القلب. عباس: خير، وش بيه وجهك تالف؟ إيه، حبيت نهضر معاك. خير، في واش؟ مريم: أنا نروح ندير لكم قهوة. إبراهيم: ما تشقاش روحك خالتي. عباس: وش من شقا؟ نسات دارو غير التهنبير، يا وليدي ما لازمش تخليها ترفض راسها. بف، متخلف، شحال زدت كرهته، هو يهدر وانا قلبي يدور. إبراهيم: أعوذ بالله. عمي عباس، ربي كرم المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خير. عباس: هادوك نساء أمهات المؤمنين، ماشي كيما تعذرك. لا عمي، راك غالط، الدين تاعنا كرم المرأة، والمرأة راهي هي اللي تربي أجيال للمجتمع. أي عفصة وصانا عليها ربي والنبي، نحافظوا عليها ونكرموها. معليش، احكي لي ناصر وصالح راهم ملاح يسلوا عليك. أبي حبيت نقولك، وش كاين؟ حبيت نتطلق. عباس: ناض تيركت من بلاصتو. الصدمة كبيرة في الحلقة 30. مريم نطقتها وقالت أحب نطلق، وباباها عباس ناض من بلاصتو. وش في رأيكم راح يدير عباس؟ هل راح يضرب مريم ولا إبراهيم راح يتدخل ويمنع الكارثة؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، وخليكم مستعدين للحلقات الجاية اللي راح تكون نار